السلام عليكم. يمكن يا جماعة ساعات بنوصل لمرحلة مع كثرة الابتلاءات بنحس فيها باليأس. وفي ناس في الوقت ده بتسأل نفسها اللي هو أنا عايش ليه؟ وعلى قد ما السؤال ده بيكون نابع من إحساسنا بفقدان الأمل، على قد ما هو سؤال إحنا محتاجين نسأله لنفسنا طول الوقت، مش بس في مرحلة الابتلاءات. إحنا فعلا محتاجين نعرف إحنا عايشين ليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإحنا موجودين في الدنيا دي عشان نعبد ربنا. طيب، نوع من أنواع العبادة هو إن إحنا بنصلي ونصوم ونطلع زكاة وصدقات والحاجات اللي احنا عارفينها. طيب، هل هي دي العبادة بس؟ لا، في نوع آخر من العبادة وهو العمل. لأنه لو إحنا موجودين في الدنيا دي عشان بس نصلي ونصوم ونطلع زكاة، ما كانش هيبقى فيه عمارة للكون. يعني كنا هناكل ازاي، هنشرب منين، هنلبس ازاي. يبقى لازم في ناس تكون بتشتغل عشان تبقى منتجة وبتصنع، وفي ناس بتزرع عشان نعرف ناكل. طيب، فإحنا دي فايدتنا في الدنيا، إن إحنا نبقى بنعمل لمصلحة بعضنا البعض. فلما بنوصل في مرحلة من مراحل اليأس بتخلينا نكويشن نفسنا، اللي هو أنا فعلا موجود في الدنيا دي ليه؟ هو السؤال على قد ما هو بيبقى نابع في المرحلة دي من شعورنا باليأس، ولكن هو سؤال ضروري قوي إحنا لازم نسأله لنفسنا حتى من قبل الابتلاء. فلما بنسأله لنفسنا في الوقت الصعب ده، هو بيشجعنا إن احنا ندور على حاجة نكون مسؤولين عنها. ولما بنوصل لمرحلة الإحساس بالمسؤولية، هو ده اللي بيدينا الأمل في إن احنا نتمسك بالحياة. نتمسك بالحياة مش عشان احنا عايزين نهرب من الموت مثلا، أو عايزين أو خايفين من الآخرة، لا بالعكس، بس احنا بنتمسك بيها عشان نحس بقيمتنا فيها. فاحنا يا جماعة، نصيحة مني كده: الوقت الصعب اللي بيعدي علينا في وقت الابتلاء خليه يكون حافز لينا، انه يشجعنا نكتشف احنا موجودين في الدنيا دي ليه. دور في الوقت الصعب ده على حاجة او على شخص تكون مسؤول عنه، وتكلف نفسك بالاحساس بالمسؤولية دي، وتعمل عشان تحس بقيمتك فعلا لما تشوف نتيجة اهتمامك بالشخص اللي انت هتكون مسؤول عنه، او بالشيء اللي انت هتكون مسؤول عنه. لما تشوف النتيجة دي، هو ده اللي هيديك احساس بقيمتك، وبان انت فعلا محتاجينك تكون موجود في الدنيا دي. انت مش موجود كده وخلاص.